بعد أن خطف الصدارة من النصر، كيف سيحارب الهلال للحفاظ عليها؟ السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم في فيديو جديد. سنقدم لكم في التشكيلة المثالية لنادي الهلال ضد الحزم في الجولة القادمة من دوري روشن السعودية. طبعا من غير ما نطول عليكم المقدمة أكثر يا جماعة، نبدأ بحراسة المرمى. الربيعي المتألق في حراسة مرمى وحماية عرين الهلال في ظل غياب ياسين بونو للالتزامات الدولية أكيد بالنسبة لحارس المنتخب المغربي. الربيعي طبعا مؤدي بطريقة جميلة ورائعة جدا. خط الدفاع الثنائي تمبكتي إلى جانبه أكشاشيك، وهنالك من يقول انه ممكن يعيد الكرة انزاغي ويحط كانو كمدافع، لكن اتوقع انه في هذه المباراة سيلعب باكشاشيك ولن يغامر كثيرا في هذه المواجهة، لانه مطالب بالحفاظ على الصدارة بعد افتكاكها من نادي النصر. بالنسبة لهذه المباراة طبعا سيلعب فيها الهلال بظهيرين، اليامي على الجهة اليمنى وتيو هرنانديز على الجهة اليسرى. نقطة قوة بصراحة رهيبة جدا للهلال، وهو تيو هرنانديز، اللاعب اللي أنا شخصيا معجب به كثيرا، لأنه لاعب يخترق بطريقة ذكية، وهو من يسجل، مش فقط يخترق ويوزع أو يخترق ويمرر، لا، هو هداف بالفطرة. هذا خط الدفاع بالنسبة للهلال. إذا تختلفون معي في اسم اكتبوه لي في قسم التعليقات وخلينا نتناقش. بالنسبة لوسط الميدان الثنائي نيفيز وسافيتش، لكن هذه المرة يعني أعلى شوي، مش متراجعين، يعني هم اللي قاب قوسين أو أدنى يكونوا مهاجمين، يعني وراء المهاجم، فهمتوا؟ وكانوا موجود وراءهم للتغطية الدفاعية. أتوقع أنه هكذا ستكون الرسم التكتيكي في وسط الميدان بالنسبة لنادي الهلال. لا، هذا في وسط الميدان. نذهب الآن يا أصدقاء إلى الهجوم، وإن شاء الله ستكون هنالك عودة لسالم الدوسري. ما زلنا ننتظر سالم الدوسري، توقعت أنه يرجع في المباراة اللي فاتت، لكن ما رجعش. إن شاء الله في المباراة هذه يرجع، لأنه سالم الدوسري لاعب مهم ومهم جدا في المنظومة الهجومية الهلالية، ويعطيك حلول كثيرة جدا، ورغم الأسماء العالمية الموجودة واللي تنافس في مراكز الهجوم، سالم الدوسري فارض روحه كلاعب سعودي كأفضل لاعب في قارة آسيا. بالنسبة للطرف الأيمن كالعادة مايكوم، وفي الهجوم بصراحة هنالك خيارين، إما نينيز اما ليوناردو. الاقرب انا اقول انه يبدا بليوناردو ويدخل نينيز في الشوط الثاني، وممكن زاد يعملها ويدخل نينيز اساسي. ف 50-50 صراحه. انا ماشي مع خيار ليوناردو في هذه المباراه لاعطاء حلول اكثر وحركيه وديناميكيه اكثر في وسط دفاع نادي الحزم. هذه هي التشكيله الاقرب لنادي الهلال لمواجهه نادي الحزم. انتم اكتبوا لي توقعاتكم للتشكيله في قسم التعليقات، وايضا توقعاتكم للمباراه اللي ان شاء الله في رايي الشخصي سينتصر فيها الهلال سيذهب نحو المحافظة على الصدارة. شكرا لكم جميعا على المتابعة، لا تنسوا تشاركوا الفيديو مع أصحابكم وتحطوا لايك واشتراك، والسلام عليكم.